أكد وزير الأوقاف والإرشاد حمود الهتار أن الوطن محصن بوعي الشعب ضد الأفكار والأهداف الظلامية التي تسعى من خلالها عناصر الفتنة والتخريب الحوثية العودة باليمن إلى عهد الإمامة الكهنوتية البائدة. واعتبر الوزير الهتار التفاف الشعب اليمني حول قيادته السياسية وقواته المسلحة والأمن في التصدي لهذه العصابات الإجرامية أكبر دليل على الحصانة التي تتمتع بها إرادة الشعب ضد الأفكار الضالة الدخيلة على وطننا، لإدراك الجميع بأهدافها في إحياء النعرات المقيتة وإذكاء الفتن وزعزعة أمن الوطن واستقراره ووحدته. وقدم وزير الأوقاف والإرشاد في مشاركته اليوم في الندوة التي نظمتها جامعة صنعاء حول أبعاد ومخاطر فتنة التمرد الحوثية بكلية التربية الرياضية عرضا تفصيليا للبدايات التي انبثقت عنها فتنة التمرد الحوثية وعن الأفكار المضللة التي تسعى عناصر الفتنة لبث سمومها بين أبناء المجتمع. وحدد تلك البدايات منذ ما بعد نجاح الثورة اليمنية المباركة في القضاء على الحكم الإمامي التسلطي في عام 62، حيث انخرط معظم من كان يناصر ذلك الحكم المتخلف في النظام الجمهوري، فيما بقيت فلول منهم تحلم بإمكانية القضاء على الجمهورية وإعادة الإمامة. وأشار إلى أن العام 79 شهد بدء أول مظاهرة لأنصار هذا الفريق في محافظة صعدة لتأييد نظام ثوري في بلد إسلامي، وبدأوا في مطلع الثمانينيات في تشكيل تجمع أسموه حينذاك بحزب الله، والذي لم يكن مستساغا أو مقبولا عند الناس. وذكر أنه بعد إعادة تحقيق وحدة الوطن وقيام الجمهورية اليمنية في 22 من مايو مقترنة بانتهاج الديمقراطية والتعددية السياسية، سعت تلك الفلول إلى استغلال هذا المناخ وصولا إلى انخراطها في منتدى الشباب المؤمن. ومع تلك البدايات تشكيل الأحزاب انضم مؤسس المنتدى إلى حزب الحق. ولفت وزير الأوقاف والإرشاد إلى المسائل التي أفضت إلى إعلان المؤسسين حل الحزب في حين كان حسين الحوثي قد انشق عنه. وخلص إلى أن الحوثي حين وجد العمل السياسي لا يؤتي ثمره لتحقيق مآربه التآمرية خرج على النظام والقانون رافعا السلاح في وجه الدولة، لعله يحقق بالسلاح ما عجز عن تحقيقه طيلة تلك الفترة عن طريق النشاط السياسي، غير أنه جوبها بوعي الشعب وخاصة المخلصين من أبناء صعدة ويقظة القيادة السياسية وإدراكها لخطورة أفكاره الظلامية. ومن جانبه تناول محمد الفقيه البعد السياسي والإعلامي لعصابات التمرد الحوثية التي اعتبر أزمتها امتدادا تاريخيا لحركة الخوارج أيام الدولة الإسلامية الأولى، وبين الدور الذي رأى أن الفضائيات لعبته إزاء أحداث فتنة التمرد والإرهاب منذ بدايات المواجهات المسلحة مع هذه العناصر. فيما ركزت مشاركة عميد كلية التربية الرياضية الدكتور عبد الرحمن المصنف على موضوع الفرق المتطرفة والتشيع في بعض البلدان ودور الحوزات والمرجعيات الدينية في إيران في دعم فتنة التمرد بصعدة والعناصر المشعلة للفتنة. وبين عميد الكلية الأسس التي تقوم عليها دعاوى تلك الجماعات، وكيف أن بعض مذاهبهم تجعل الإمام في منزلة أعلى من منازل الأنبياء.